الخير شعبي سموها ومنارة الأيام والأزمان. درب الهوى والحب كل نافذة أغلقت في وجه الشمس وجرح نازف في جسد الوطن، لا يشفى إلا بالتكاتف ولا يهمل إلا بالتعاون. وين الشواهين يوم الوغى والكون تحمدنا لها، يوم الوغى والكون تحمدنا لها. لك طلع عنوان في ظل ميادين. آن لها أن تزول. بمصب من أسر نعلن ولادة صندوق التنمية السوري كمؤسسة وطنية مستقلة ذات سيادة آلية وإدارية تعيد الإعمار بمعناه الحقيقي. أننا اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة، مرحلة البناء والإعمار، مرحلة نكتب فيها تاريخ سوريا الجديد بأيدينا وأموالنا وجهدنا. والمؤمن للمؤمن كالبنيان، بنيان مرصوص، أنا أساعدك وأنت تساعدني. فهذه الدولة لي ولك ولنا جميعا ولأبنائنا ولأولادنا برعاية الرئيس الشيخ أحمد الشرع أبو محمد، نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يمد بعمره للخير. وأكيد إحنا بداية من غرفة تجارة كصندوق غرفة، طبعا هو اللي راح يبلش صندوق غرفة التجارة بيتبرع $1000. يريد أن يتبرع $200، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. 1000 مثل ما زلتي بقيمة 160 مليون ليرة. ما في شيء ببخل على سوريا، احنا مع إعادة إعمار سوريا، احنا بنعيد الإعمار لأطفالنا ولأولادنا، وإن شاء الله ميزان حسناتنا كلنا. مثل ما قال الأخ، $1 بيجمع وال100 وال1000 كله بيجمع، لا حدا يبخل. نتبرع بشيك 100 مليون ليرة سوري، 100 مليون ليرة سوري. رب العالمين عطانا، والحمد لله ونحن عم نعطي مما عطانا الله. نحن من الجولان، من الجولان المحتل، ونحيي أخونا السيد الرئيس أحمد الجولاني، الشرع الجولاني. نحن عرفناه الجولاني وأن الفخر فيه. قرية كفر حارث فاعوني، أتبرع بمبلغ $20,000 لصندوق التنمية. صندوق التنمية هو خطوة إن شاء الله في المسار الصحيح لبناء سوريا حرة عربية تعتمد على أبنائها في بناء في إعادة العمر إن شاء الله، ونكون صورة القادمة أجمل وأفضل بإذن الله بسواعد أهلنا في جميع سوريا. وإن شاء الله الحمد لله في تفاعل كبير من أهلنا في القنيطرة. تجمع اليوم أبناء القنيطرة والجولان من أجل الاشتراك في هذا صندوق التنمية بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذه الفعالية التي أقامتها الدولة السورية. لذلك أيها الأحبة فإننا ندعو هذا الشعب وأبناء هذه المحافظة بإذن الله سبحانه وتعالى بالتبرع لله سبحانه وتعالى ثم لهذه الدولة، وهذا مصبه كله في مصلحة المواطنين من أجل الماء ومن أجل الكهرباء ومن أجل خدمة المواطنين. نحن نتابع مع كل الشعب السوري الآن في كل قراه ومدنه وكل أرضه، نتابع هذا العطاء من الشعب السوري، لأنه الشعب السوري شعب معطي، شعب صامت، شعب قوي، شعب مؤمن بوطنه. نعيش الحرية التامة بعون الله في عهد سوريا الجديدة، سوريا الحديثة، بعد أن ضاقت الويلات والهم من آثار بشار الأسد والنظام البائد. نشكر كل من ساهم في هذا الصندوق
صندوق التنمية السوري لإعادة إعمار سوريا الحبيبة التي رزحت كثيرا تحت الصعاب. ونحن الآن نشارك في هذه الفعالية الجميلة والرائعة والتي تعبر فعلا عن روح التعاون والمحبة التي تسود أبناء سوريا عن طريق التبرعات التي ستسهم إن شاء الله تعالى في إعادة إعمار سوريا. نشكر جميع الحضور وجميع المتبرعين لإعادة إعمار سوريا. اليوم احنا صندوق التنمية راح يعيد الحياة لكوادرنا، لشعبنا، لأطفالنا، على عمر العلي تبرع تعليم، ثقافة. إن شاء الله نحن راح يكون بالمستقبل إنه أفضل. نشجع وإن شاء الله يعني بداية مباركة. وإن شاء الله اليوم صندوق ما شاء الله نحن بساحة القنيطرة اليوم